صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي، قناة داليا الرفاعي. يوم جديد وفيديو جديد معانا. هعلق خلاص اخيرا فيديو الزينة بتاع الريسبشن. انا عملت معاكم من الاول خالص كده التفريزات بتاعة المطبخ، او تفريزات الاكل يعني. وبعد كده هو عملنا المطبخ بقى، عملنا فيه تنظيف عميق، وبعد كده عملنا الجولة، وبعد كده علقنا الزينة، وبعد كده عملت الريسبشن. وده اخر يعتبر فيديو من بعد كده اللي هو من الفيديو بقى اللي هو التعليق الزينة وكده. انا خلصت الريسبشن وجهزته ان انا اعلق بقى الزينة. طلعت بقى الكرتونة، قلت لكم قبل كده انا بعمل الكرتونة دي، بشيلها من رمضان لرمضان. فدي بقى الكرتونة بتاعت السنة اللي فاتت خلاص، وجبت بقى عليها شوية حاجات بسيطة قوي، لكن كل الحاجات دي من السنة اللي فاتت. كنت جايبة فانوس، وكنت جايبة اللي هي الستارة ديت هعلقها دلوقتي معاكم. وكنت جايبة شوية حاجات بسيطة قوي برضو السنة اللي فاتت، وكملت عليها السنة دي حاجات برضو بسيطة جدا. جبت اللي هو اللي عارفين اللي هو اللي ما كانش راح وشاف الفيديو بتاع اللي هو المطبخ. انا كنت جايبه اللي هو الورق القصدير دوت اللي بيتباع بالفرخ. الفرخ بيتباع الاربعة بعشرة، التلاتة بعشرة، اتنين بعشرة كده يعني هو بيبقى حاجة يعني رخيصة جدا، على حسب بقى المنطقة اللي انتي ساكنة فيها. بصوا انا هنا هو اتعملت منه افكار في المطبخ، وطلعت تحفة تحفة. اللي ما شافش الفيديو بتاع المطبخ فايته كتير بجد. حلو جدا جدا جدا. عملت يعني زينة رمضان بتاعت المطبخ، داير ما يدور بتاع المطبخ كله اقل من 100 جنيه. عجبني جدا، وان شاء الله هحطه لكم في صندوق الوصف باذن الله. برضو هتلاقوا هنا انا بقى كان فاضل بقى مني شوية من اللي هي يعني الزينة دي من الورق القصدير ده. لفيته بقى زي ما انتوا شايفين كده على المجات. بصوا، مجرد بس انت ما بتحطيه كده وبتلزقيه بيلزق معاكي، ولا بقى تقعدي تحفري ولا تلزقي ولا تعملي بقى بالسوليتيب ولا بالدبل فيس والحاجات بوز. لا بصوا المنظر. عايزه تحطي بقى فيه يا مش رمضان، بصوا بقى المنظر شكله حلو قوي. عايزه تحطي بقى فيه يا مش رمضان حطي، عايزه تحطي فيه بلح، تمر، اللي انت عايزاه حطي فيه. دي شوية افكار انا عملتها لكم. وبرده هنا برضو دي شوية افكار كده انا عملته برضو ايه، حطيته كده كأنه مفرش، وبرضو هحطه على السفرة، هيدي شكل حلو قوي. هعلق بقى الزينة واوريكم بقى الشكل النهائي بتاع الريسبشن. بقى ايه، بصوا انا برضو هنا هوت الفانوس ده أنا كنت جايباه السنة اللي فاتت. بصوا بقى المنظر، انا هنا عملته كأنه مفرش، رانر كده، وجنبيه اللي هم ايه المربعين دول. برضو حلو جدا. بصوا شكله شيك قوي قوي قوي. هتشوفوا بقى الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي، وهوريكم بقى المنظر. بصوا بقى انا هنا، بصوا انا هنا بقى علقت الزينة. وتعالوا بقى شوفوا منظرها وشكلها عامل ازاي، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات عاملة ازاي. انا حبيت تبقى حاجه بسيطه كده وهاديه. عايزه اقول لكم ان انا علقت الزينه دي الساعه 1 بالليل. هتشوفوا حتى الساعه، هتلاقوا الساعه 1 بالليل بعد ما كله نام. علقت بقى الزينه بروقان كده. بصوا بقى المنظر. الستاره دي حلوه قوي قوي قوي. كنت جايباها السنه اللي فاتت بجد. الفلوس حلال يعني، فلوسها حلال. بصوا بقى المنظر، شكلها حلو قوي. وعلقت برضو هنا زينه، برضو الزينه دي كنت جايباها السنه اللي فاتت. بصوا الساعه 1 بالليل. بصوا بقى هنا انا علقت على السفرة بقى برضو برضو الفرع دوت. برضو انا كنت جايباه السنة اللي فاتت او اللي قبلها كمان. برضو عملته هنا، عملت القصدير ده كأنه زي ما يكون رنر على السفرة. وعملت برضو اللي هو المربعات دي كأنها زي مفارش صغيرة. بصوا شكلها. وحطيت بقى اللي هو اللي فرع النور كده بيدي شكل حلو قوي. البونبونيره دي برضو دي اكريليك مش ازاز، دي اكريليك. وحاطه فيها بقى اليميش بتاع رمضان كله. كان عندي سبحه كده خشب، لقيت ان هي تبقى شيك برضو حطيتها. بصوا انا هنا بوريكم المنظر بتاع القصدير عامل ازاي. بصوا انا حطيت مفرش ابيض عادي خالص ستان، وحطيت المفرش ده عليه اللي هو القصدير ده عشان يبان، عشان المفرش يبان من فوق يعني، المفرش الابيض ينطقه. بصوا بقى شكله حلو قوي. وهنا برضو التمرية ديت انا برضو كنت جايباها من السنة اللي فاتت. آم، حاطة برضو فيها التمر، حلوة جدا. بصوا بقى هنا المنظر بعد ما علقنا بقى هنا، وحطيت الحاجة كلها بقى كده وجهزت الحاجة. وانا هنا في الفانوس ده انا ببقى حاطة
لمبة بالكهرباء، حتى هتلاقوا السلك بتاعها. بصوا شكلها بقى. عايزة او كمان اوريكم الزينة ان شاء الله. لما بقفل النور بتدي شكل فظيع فظيع فظيع. انا مش عارفة بقى، الفيديو متهيألي هينزلكوا اول يوم رمضان ان شاء الله يعني. هحاول على قد ما اقدر ان انا اخلصه لكم، وانزله لكم ان شاء الله اول يوم رمضان باذن الله. بصوا بقى المنظر. طبعا انا عارفه انا متاخره جدا، بس معلش بقى هعمل ايه. بصوا بقى المنظر شكله حلو قوي قوي قوي. لما بقفل النور بتدي شكل يعني حلو جدا. بصوا المنظر هنا. عايزه رايكم في الكومنتات، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. شكله حلو قوي، عاجبني قوي. الستاره دي بتدي شكل حلو جدا 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 يعني. لو اي حد ما اشتريهاش بصراحه اجروا اشتروها. لا كمان منظرها على الحقيقه غير التصوير خالص خالص، حاجه تانية خالص. حلوه قوي. بصوا بقى هنا كمان الزينه دي انا جبتها من المترو كده. لقيت واحده بتبيعها فجبتها، عجبتني قوي. وانا عشان السفره بتاعتي لونها بني في ذهبي، فالذهبي الزينه الذهبي دي منطقه بقى الايه، منطقه يعني المنظر كده. بصوا بقى هنا. بصوا منطقه السفره او منطقه النيش يعني، منطقه البوفيه قوي. بصوا انا هنا كده يعني ايه، وانا قافله النور. بصوا بقى جميل قوي، عاجبني جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، آه ويكون خفيف عليكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.